لا 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 لا، جوجل ويسك يا جماعة عدى حدود الجمدان والإبداع والتوقعات، وأي حاجة عايز تقولها قولها. من النتائج اللي أنا خدتها منه اللي هتظهر قدامك دي، عايز أقول لك إن أنا خدت منه كام ريفرنس ينفعوا لشغل الصور المصغرة بتاعت اليوتيوب، ويعني حاجة بصراحة صدمتني جدا. لو تفتكروا جوجل ويسك أول ما نزل ما كانش بيدي نفس النتائج قوي، ففي الفيديو ده هقول لك إزاي تاخد ريفرنس من بنترست تروح على جوجل ويسك تطلع منه نتائج هتبهرك وهتعجبك. وقبل ما نبدأ ما تنساش الكومنت الجميل بتاعك واشتراكك في القناه ولايكك على الفيديو، ويلا بينا نبدا. مبدئيا كده تروح على جوجل وهتكتب في السيرش جوجل ويسك، بس قبل ما تشغله محتاج طبعا ان انت تشغل الفي بي ان. فهروح على الفي بي ان من هنا واشغل الفي بي ان ده واختار الدوله المشؤومه دي، وكده الفي بي ان اشتغل معاك. وبلانت في بي ان من الفي بي انات المحترمه جدا اللي مش بتبطئ لك النت قوي يعني. خلاص، واختار اول لينك ده، وبعد ما دخلت عليه هختار جوجل ويسك وهيفتح معاك بالشكل ده. هتدوس على فتح الاداه، وممكن يكون عندك انجليزي فهيبقى اوبن تول تقريبا، فهدوس على فتح الاداه وهدوس على السهم الاسود ده، هيفتح معايا الثلاث مربعات دول. بس كده هروح على بنترست وهكتب مثلا هنا في السيرش وليكن سيت اب مثلا، وهتبدا ان انت تدور. مثلا انا هاخد حاجه زي كده، تمام، واخد دي مثلا كده. هروح على جوجل ويسك هسحبها زي ما هي واحطها له في المربع الثاني، تمام. المربع الاول ده بقى هحط فيه ايه؟ هحط فيه الصوره بتاعتي، او حط فيه الصوره بتاعتك اللي انت عايز تدمجها في المشهد اللي انت عايزه او اللي انت رسمه في دماغك. خلاص، فاسحب كده الصوره بتاعتي هنا في المربع الاول ده، وهنا بقى انا بديله مشهد، يعني انا بديله ستايل معين يمشي لي عليه، تمام. فانا مثلا هفضل اقلب كده في الصور دي هنا عشان اخد مثلا صوره ليها الوان معينه او ليها تون معين. هاخد دي مثلا هسحبها كده زي ما هي واروح على المربع ده واسيبها له هنا، ومن غير ما اكتب اي حاجه هنا هجرب ان انا ادوس على السهم الاسود وهشوف النتائج اللي هتطلع لي. نشوف دلوقتي النتائج اللي هتطلع. بصوا يا جماعه النتيجه اللي طلعها، يعني عايز اقول لك ان ده انا فعلا، يعني دي الملامح بتاعتي انا فعلا. طب خلينا ما نختارش مثلا صوره من الظهر، خلينا نجرب حاجه تاني. وليكن انا هشيل الصوره دي خالص وهروح له هنا مثلا وهكتب هنا في السيرش سوربرايز مثلا، معرفش سوربرايز يعني مندهش ولا مفاجاه، تمام. وهاخد ده، هاخد صوره الشخص ده واحطها له هنا، وهبدا ان انا ادوس على السهم الاسود تاني، وهتشوف دلوقتي الرياكشن اللي هيطلعه لك عامل ازاي. بصوا يا جماعه الجوده بتاعت الصوره عامله ازاي. ثواني نشوف الصوره التانيه هتحمل. بصوا يا جماعه ده انا، دي ملامح انا، ده انا. يعني انا يعني جمدان بصراحه، الموضوع معدي حدود الجمدان بشويتين. ولكن هنا في لابين، يعني هنا في لابتوب وهنا في لابتوب، فانا مش محتاج الاثنين. فانا ممكن اجرب تاني واشوف النتائج اللي هتطلع عامله ازاي. هو انا هنا قاعد شكل زعلان كده ليه؟ تمام، خلينا نجرب يا سيدي على حاجه تاني. محرمك من حاجه. خلينا مثلا نغير الصوره دي ونبدلها بصوره تاني، نكتب نرجع كده خطوتين ونختار اي سيت اب من دول، وليكن ده مثلا اهو. هاخد دي وهحطها له هنا وهدوس له على السهم الاسود وهنستنى النتائج. برضه انت بتفضل تحاول معاه كذا مره لحد ما يديك النتيجه اللي انت عايزها. وهنا مش راضي يقبل الصوره دي، فانا هشيلها واختار واحده تاني عادي جدا. انزل كده شويه لتحت، هختار مثلا دي اهو واحطها له هنا وهدوس على السهم الاسود ده وهنستنى النتائج. برضه بص النتيجه. لو انت جيمر بقى وبتحب الشغل الحركات الاكشن ده، الاستخدام المثالي ليك من الاخر. يعني الخلاصه بقى ان انت تقدر تعمل صور جودتها حلوه من جوجل ويسك. وخلي بالك جوجل ويسك كمان دلوقتي بقى في المنظورات بيدي منظورات احسن من ايمج اف اكس. خلاص، فصوره زي دي مثلا انا ممكن اعمل فيها ايه؟ ممكن اعمل لها داونلود واسحبها معايا على الفوتوشوب على مقاس عرض شويه وليكن، واكبرها هنا كده مثلا تمام. بس قبل ما اعمل الخطوه دي هفتح اب سكيل وهبدا ان انا اعلي الكواليتي بتاعتها شويه عشان هي الصوره مبكسله. فاختار صوره من هنا اهي، هختار دي معايا وهبدا ان انا مثلا اخليها على 2000 بكسل، مش محتاج اكتر من كده، وهعمل لها اب سكيل وهتشوف الجوده قبل وبعد. بص الجوده قبل وبعد، بص التفاصيل بانت ازاي. طب يا سيدي بعد ما عملت لها الاب سكيل هسحبها معايا كده على الفوتوشوب وهكبرها على قد المساحه بتاعتي دي اهو كده مثلا، وهبدا ان انا افصل الصوره بتاعتي من الباك جراوند. فاعمل ايه؟ هروح على الاوبجكت سيلكشن تول وهبدا ان انا ادوس دوسه كده، هشوف هيفصلها لي ولا لا. اهو هو فصلها لي وعمل لي عليها سيلكت. فاخد منها نسخه بكنترول جي وهاجي على الباك جراوند هعمل نيو لاير وهجيب اداه الجريدينت وليكن مثلا اللون الاصفر ده اهو ماشي، وهبدا ان انا اسحب سحبه كده. ممكن اسحبها من هنا مثلا، انا ممكن اخلي اللون مصفر شويه واسحب كده واسحب كده السحبه دي اهو، او ممكن اسحبها من هنا عادي وابدا ان انا اقلل الاوباستي شويه واكتب بقى هنا ايه مثلا انا واحد جيمر دلوقتي وعايز اشد المشاهد اللي بيتفرج عليها، فهكتب مثلا قفلت لعبه بطل فيلد في يوم مثلا.
فاكتب كده اهو فونت مناسب. اختار مثلا الفونت ده اللي انا بحبه اسمه طفولي عربي، تمام، واختار البولد منه، تمام، وهبدا ان انا اصغره هنا كده شويه اهو، تمام، واخد منه كوبي بالالت وهكتب لعبه وهديها كشيده من هنا كده بشيفت وحرف الجي من الكيبورد، هيعمل معاك كشيده كده خلاص، وخليهم تحت بعض كده اهو ماشي، واخد كوبي منها بالالت برضو دي وهكتب مثلا ايه بطل فيلم اهو خلاص، وهبدا ان انا اخلي الكلمتين اللي فوق دي كلمه بطل فيلم، وهدي هنا برضو كشيده بالكلمه دي اهو، وارجع سنه، وهبدا ان انا امسك الثلاثه اعملهم كونفيرت تو سمارت اوبجكت وكنترول تي وكليك يمين وهات البرسبكتيف دي وابدا شد من هنا كده اهو. بص اللي بيحصل، ممكن تصغرهم سنه عشان انا حاسس ان هي كبيره اصلا، تمام، وخد منها كوبي وكنترول يو وسود الاضاءه دي كده على الاخر اهو، وكنترول تي وثبت صباعك على الكنترول وانزل سنه كده اهو، بص، وقلل بقى الاوباستي سنه بسيطه جدا. ممكن بقى تجيب حاجات طايره مثلا تعمل لها موشن بلور زي مثلا الايكون بتاعت اللعبه، وممكن بقى توزع اضاءات تاني. هنعمل مثلا كاميرا رو، هدوس على كنترول شيفت الت اي عشان ياخد منه صوره مجمعه من كل ده، واخليها على سمارت اوبجكت وكنترول شيفت اي حرف الاي عشان تروح على الكاميرا رو فلتر. اتعلم الاختصارات دي عشان ما تضيعش وقت خلاص، وهبدا ان انا العب في الارقام دي. كونتراست لازم تزوده عشان التفاصيل تبان خلاص. التمبريتشر انا هخلي ممكن اخلي الصوره ورم شويه، والتكتشر اعليها سنه، والكلاريتي بس مش قوي يعني، بديها سن الجرين عشان اللقطه السينماتيك، تمام، والرقم ده قلله سن عشان يغمق لك حوالين الصوره كده اهو، وابدا انزل لحد ما تروح للشاربنينج، زود الشاربنينج عشان التفاصيل بتاعت الوش تبان خلاص، وابدا ادي تون بقى من هنا. لو عايز تدي تون من الكالر جريدنج اعمل، مش عايز ما تعملش. انا هكتفي بالقدر ده وهدوس اوكي. وفي حاجه تانية ممكن اعملها، ممكن اعمل كالر لوك اب رايق كده، فاختار مثلا الفوجي نايت من هنا واخلي المود بتاعه على الليمونيستي يا عم الحاج احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، واخلي المود بتاعه على الليمونيسيتي، معرفش بنطقه صح ولا لا، وهقلل الاوباست كده شويه وليكن على خليه 20 او 22. بص كده قبل كده بعد، يعني نتيجة خرافة. لو وصلت للدقيقة دي في الفيديو عايز اقولك ان الموضوع لذيذ جدا، وتقدر ان انت بص تحط فيه ابداعاتك انت ولمستك الخاصة وفونتاتك الخاصة بيك وكل الكلام ده. وبس كده يا صديقي، وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. لو الفيديو عجبك كومنت واشتراك في القناة عشان ما يفوتكش اي حاجة من الحاجات اللي جاية، واشوفك في فيديوهات جاية احسن واحسن. سلام.